أمانة شوفوا كيف تحت عيني فلات، بس في هالات، شوفوا الهالات موجودة. الحين بوريكم كل البنات اللي عبوا خفسة عينهم كيف بيرتاحوا، أقسم بالله لا تدعوا لي صبح وليل. شوفوا تخيلوا هذا الكونسيلر درجة مو غامقة، كاسترد، أوكي. تخيلي تحطي بس كذا نقطة. شو مثلا دحين هذه هالاتك، لأنك بعد ما تعبي الخفسة راح يروح اللي زي الظل اللي يعطيك زي السواد، كله راح يختفي، راح يكون تحت عينك فلات. ايش تسوي؟ تصيري حيكون باقي لك بس لون غامق اللي هي هالاتك اللي بانت بس بدون ظل. تخيلوا تحطي بس كذا نقطة بس، تمام، وفوقها الكونسيلر الفاتح للتنوير بس، وتطبطبي وتحطي النقطة. تعرفي ايش يعني النقطة؟ نقطة بس للسباودر، وانتهى، يصير تحت عينك نظيف نظيف نظيف. بعدين تحطي هذا الكونسيلر الفاتح، انس شايفين؟ نقطة غامق ونقطة فاتح بس. ترى لو تشوفوا قديش الكمية لا تذكر، بس لأني مرة عاملة زوم فقاعد يبين إن الكمية كبيرة. أقسم بالله كذا نقطة نقطة، نقطة غامقة نقطة فاتحة. هذا التكنيك تسويه أول ما تحقني خفسة تحت عينك. أي وحدة عندها خفسة حفرة راح يعطيها زي الظل، يعني كأنه هالاتك مدبلة 3 مرات. مستوعبين؟ أجمل وأحلى إجراء راح يريحك، مو بس في السفر، كل حياتك، حتى بالبيت. تصير لما تعملي كونسيلر بسرعة، لما تطلعي بسرعة، سواء كنت عروسة ما انت عروسة، احقي. بعدين تبدأي كده تدمجي بشويش. ما فيها السباودر كتير، يدوب نتفة، حطيتها وسويت فيها كده بس. هذه في العينين حستخدم هذا الكمية بس. Nobody knows how she feels. I shall let it one day you'll be real. She moves like a breeze out of my brain. بكل أمانة وتحت مسؤوليتي، عرايسي اللي يتابعوني، أخواتي، صديقاتي، كلكم اللي تبغى تسوي إجراء خفسة تحت العين لا تسويها غير مع دكتورة سالي محمود ونقطة على السطر.
ولا تكلكع عليكي ولا أي مشكلة تجيكي تحت العين، هذه على مسؤوليتي. خلاص تنسي الكونسيلر، تصير يدوب مسحة تسوي، تعبي لك الخفصة طبقات الكونسيلر هذه انسيها تماما. هذا الشيء الثاني كمان، أفنن دكتورة تحقن إبر النظارة تشوفي منها نتيجة. كمان شيء ثاني، أفضل وأحسن من أحسن وأفضل الدكاترة صراحة، لأنه كثير في شطار في هذا الشيء، شد الوجه المترهل ما شاء الله تبارك الله. بس دكتورة سالي لها تكنيكها الخاص اللي يعني كلهم يسووه بالفيلر وزي كذا، هي لا دائما تحقن شد الوجه المترهل، تعمل دمج بين الإيش والإيش، فيلر الكالسيوم العادي وفيلر الكالسيوم. أيوة شد من غير ما نكبر الوش قوي. أيوة عشان تطول المدة تبارك الله. فخذوا منها الكلام ونفذوه. بتقول لكم أحلى تكنيك وأحلى طريقة بكل أمانة لشد الوجه طويلة المدى، يعني مو تعيد الفيلر بعد فترة، لا طويلة المدى. تفضلي دكتور، سواء كنت صغيرة بالعمر أو كبيرة، يعني صغيرة نزلتي بوزن مرة كثير، زواجك قريب، تبغي مثلا وجهك مرة طاح لأنك مرة نحفتي، تديك الطريقة. ولو كنت كمان بعمر كبير، يلا تفضلي دكتورة. بصي إن إحنا نعمل دمج بين التقنيات دي أكتر حاجة بتطول عمر الشد أو عمر الفيلر عموما. طيب احنا عندنا الوش طبقات مختلفة، عندك من اول العضلات دي بنشتغل عليها بالاجهزة وبالفيلر. طيب طبقة الجلد بقى بنشتغل عليها بإبر تحفيز العضلات. دقيقة طبقات العضلة عشان نحفز الكولاجين حوالين هذه أجهزة ده عميق قوي، ده بالالترا فورمر او الاورثيرا اللي هي موجات. حالة اليوم مع دكتورة سالي محمود، طبعا قالت لي هي ما شاء الله وجهها مرة ممتلئ وزي القمر تبارك الرحمن. فقلت لها دكتورة ايش حنسوي لها؟ قالت لي احنا حنحدد لها وجهها. يلا دكتورة. بصي هنعمل لها تحديد شويه، عندها شايفه الفك فيه نزول، عندنا سنه لغلوه نخبيه شويه، نعمل تحديد للفك بالفيلر من غير ما نعرض ابدا، جاست تحديد للفك. هنبرز لها شويه الدقن، افتحي فمك كده، شايفه الشفايف شكلها ام شيب، من الشفايف الصعبه شويه. اوكي هنعمل لها فيلر. بصي بقى لفوق كده، شايفه تحت العين في خفسه تحت العين. ايوه خفسه خفيفه. اضحكي، لما بتضحك ستيل الخفسه موجوده. نعرف ازاي اذا أكثر شيء عجبني في الحالة إنه وجهها كان كله ما شاء الله مدور وممتلئ. الدقن خلى الوجه كله في زي التحديد محدد. تخيلوا بس من الدقن، يعني أي وحدة وجهها دائري ومرة مرتوي مرة مرتوي، ترى الدقن تفرق معاكم 180 درجة. ودكتورة سالي لا تسوي الدقن الطويلة العريضة ولا أي حاجة. شوفوا لما حقنت لها دقنها على طول حسيت إن الوجه صار فيه زي الكونتور. ما شاء الله تبارك الله. ايوه تسمي شفايف مايا تجنن الشفايف والدقن والفك. وترى ما ينفع تعرض لها